اسوأ حاجة انك انت تبقى خايف من حاجة ومش قادر تواجهها. اسوأ حاجة ان الحاجة اللي مخوفاك دي انت مش قادر تديها ردة فعل. اي حاجة بتخوفك عشان خاطر هي بتبقى حاجة كبيرة وحاجة انت حاسس ان المفروض تنجزها وتعملها، بس انت خايف منها لانها اول مرة تعملها، فدماغك حاسة ان الحاجة دي كبيرة، وفعلا ممكن تكون حاجة كبيرة فعلا ومهمة، بس المشكلة انك اول مرة تعمل حاجة زي دي، فانت بتبقى خايف وقلقان منها. طب افرضنا فشلت، طب افرضنا ما كملتش، طب افرضنا امكانياتي كانت اصغر من الحاجة دي، فتلاقي نفسك واقف في نص الطريق ومتردد ودماغك شغالة، ابدأ في الحاجة دي ولا ما ابدأش؟ شوية تتقدم خطوة وترجع، شوية تسوف وشوية تقول انا لازم اقوم واكمل. بس الحاجة اللي مخوفاك دي عايز اقولك انك لما تبدأ تشتغل فيها وتخوض التجربة وتبدأ تعمل الحاجة اللي مخوفاك دي، هتلاقي ثقتك بنفسك بتزيد. ممكن كمان تبقى برضو صعبة الحاجة دي، مفيش مشاكل، بس الافضل انك انت تعمل الحاجة الصعبة دي وثقتك بنفسك تزيد، احسن من انك انت تبقى قاعد وما تعملش الحاجة دي وثقتك بنفسك في النازل. عايز اقولك ان انا كذا حاجة بعملها وانا خايف منها، كذا حاجة بعملها وانا متردد منها. يعني مثلا امبارح انا جبت رينج لايت صغير بحجارة من غير ما يتحط يعني في كهرباء ولا حاجة، كل ما الحجارة تخلص انا بجيب غيرها. انت عارف ان الحاجة البسيطة دي ممكن تكون في نظرك تافهة، بس في نظري امبارح قبل ما اجيبها كنت قلقان منها وخايف منها وخايف ادفع 300 جنيه او 350 جنيه سعرها. بس انا بصراحة خدت التجربة وجبتها وغلبت خوفي، وحاليا هي نفعتني، حتى لو قعدت فترة والحجارة خلصت هجيب حجارة غيرها. بس انا خدت التجربة وغلبت خوفي، وانا عايزك تعمل كده برضو، تخوض التجربة في الحاجة، يا نجحت يا فشلت، يا اكتشفت ان هي ايجابية فعلا بس كان في سنة خوف جواك وانت انتصرت على خوفك، يا اما خدت التجربة برضو واكتشفت ان هي ممكن تكون حاجة مش حلوة اوي فتسيبها وتروح لغيرها، بس اسمك برضو تغلبت على خوفك. بس قولوا لنا بقى اللي استفدتوا من الفيديو، واشوفكم فيديو جديد. سلام.